ده بيدل على سوء التعليم سواء للمدرسه اللي هي ازاي اتخرجت بالمستوى ده وانها بتعيد الكره تاني في الطلاب، وبيخش مصر تاني في عجله البيروقراطيه لحد ما اخيرا بيطلع الباسبور المصري وبيحاول انه يسافر، بس ولانه كان بيتعامل مع نفسه ان هو مواطن امريكي رغم ان باسبوره ضاع، فراح يقدم على سفر بباسبور مصري بس، فكان طبيعي جدا ان هو يترفض. فابتدى يظهر تذمره اكتر على البلد لما حس ان هو محبوس في المكان اللا منطقي ده، فبيبتدي حوار بينعدم فيه المنطق من جانب الدفاع واللي هو عم هلال، وبيبتدي مصر يصدمهم بالواقع وان حالهم اسوأ ما يكون ولسه هيكون اسوأ ومفيش امل ان هو يتصلح. وبيرد عم هلال بكلام عبثي جدا، وهو اننا دايما بنقول الحمد لله. هو الحمد لله على كل شيء ده اكيد، بس ده ايه علاقته بالموضوع؟ هل ده بينفي كون البلد عبثيه ووحشه ولا منطقيه؟ والمشكله ان الفيلم بيصور لك ان عم هلال هو اللي انتصر في النقاش ده رغم انه حرفيا ما قالش حاجه. وبعد النقاش ده الفيلم بشكل مفاجئ جدا بيظهر ان مصري خلاص اتاقلم وابتدى يعيش عيشه المضطر، رغم ان الطبيعي ان التذمر اللي هو فيه ده كان لازم يستمر اكتر ويشوف حاجات اسوأ، وده علشان يكون التسلسل منطقي انه بعد التذمر ده يفقد الامل ان حاجه تتعدل وبعدها يبتدي يتعايش، لكن من تذمر لتعايش على طول ده مش منطقي تماما. والمشكله انه بيظهر لك ان هو عايش ومبسوط وبيلعب وانخرط بشكل كام في المجتمع، وده مش حقيقي. فبحس ان الفيلم بيحط سكاته في بق الجمهور او بيحاول ان هو ما يكونش سوداوي عشان هو في الاول وفي الاخر فيلم عيد تجاري بحت. المهم الفيلم بيعيشك في اجواء عيد الفطر وعمايل الكحك والبسكوت ارضاء للنوستالجيا، بس هنا في حاجه اخراجيه غريبه جدا. ازاي الشارع فاضي بالشكل ده؟ ليله العيد دي ما بيبقاش فيه بني ادم في البيت والدنيا بتبقى زحمه جدا لحد صلاه العيد. المهم بيجي الصبح